اجتماع ب6 أسوايع كاملة ظهرت فيه النية نحو تعيين مدرب تونسي للمنتخب الوطني بعد الفشل اللي شفناه في كأس العرب وفي كأس افريقيا. اليوم كان اجتماع وزير الشباب والرياضة صادق المورالي مع المكتب الجامعي بحضور الرئيس معز الناصري، نائبه حسين جنيح، المدير الرياضي زياد الجزيري ومعه خليل شمام، وحضروا عدد من المدربين منهم فوزي البنزرتي، علي الكعبي، رياض البوعزيزي، وليد الهيشري، محمد المكشر وأمين كمون. وغاب على الجلسة كل من يوسف الزواوي وخالد حسني. الحضور الكل أكدوا أنه فما رغبة لتعيين مدرب تونسي للمنتخب. فوزي البنزرتي أكد أنه مع المدرب التونسي، قال لهم أنا مش معني وكل مرة يجيبوني لتدريب المنتخب في فترة إنقاذ ويطردوني. زياد الجزيري قال لهم فما رغبة في تعيين ناخب وطني يكون تونسي، لكن ما زالت حظوظ الأجنبي قايمة. وأمين كمون قال لهم أنا مع مدرب أجنبي، أما لازم الستاف الكل اللي معاه يكونوا توانسة. لننتظر، أما ماشي لتعيين مدرب تونسي وبرشا أسامي مطروحة أبرزهم معين الشعباني. وانتوما مع تعيين مدرب تونسي وإلا أجنبي للمنتخب الوطني؟ اكتبوا لنا رأيكم.